اهلا بيكم في فيديو جديد. لو انت مش مشترك في القناه اشترك وفعل الجرس واعمل لايك لو عجبك المحتوى. لو انت مشترك على انستجرام فهتلاقي اللينك في الديسكربشن تحت. فيلا بينا نبدا. يلا بينا. النهارده هنتكلم عن قضيه من اكتر القضايا المؤثره انسانيا اللي للاسف كتير مننا ما يعرفش عنها اي حاجه، والقضيه دي هي قضيه مسلمي الايجور. تعالوا نحكي الموضوع من الاول خالص ونعرف مين هم مسلمو الايجور وايه القصه بتاعتهم وايه الحكايه، ازاي حياتهم بقت مليانه خوف وقهر بسبب الحكومة الصينية. خلينا عارفين ان منطقة شينجانج اللي هي تركستان الشرقية هي منطقة في اقصى غرب الصين، فيها اكبر عدد من الاقليات المسلمة، حوالي 11 مليون مسلم ايجوري. طبعا الاعداد دي ما هي الا اعداد تقريبية. الايجور دول ليهم ثقافتهم، لغتهم، الانشطة بتاعتهم، هواياتهم، عاداتهم وتقاليدهم وهكذا. ليهم اسلوب حياه مختلف تماما عن بقيه الصين. طب ايه اللي حصل؟ الحكومه الصينيه بدات تشوف ان المنطقه دي فيها تهديد للامن، وقالت ان اهل المنطقه دول بينادوا بالاستقلال وان ليهم ارتباطات مع جماعات متشدده زي ما الحكومه وصفته. ده طبعا التبرير اللي الحكومه قالته للناس عشان تقدر تعمل عليهم قمع وتحجب الحريه والى اخره. خلونا عارفين في النقطه التوضيحيه دي ان الصين عملت الحملات اللي بتسميها حملات ضد التطرف، وده اللي استخدمته زي ما بيقولوا كده كافر او غطا عن القمع والتضييق اللي بيحصل على المسلمين هنا، اللي نتج عنه اعتقالات واسعه المدى. واحده من اخطر الحاجات اللي بتحصل للمسلمين الايجور هي الاعتقالات العشوائيه، اللي هو ايه ده، خد تعالى وديه على زنزانه 5 هوب، بس كده. ده اللي بيحصل حرفيا، لا في محاكمه ولا في تهمه ولا اي حاجه. الصين انشأت حاجه اسمها معسكرات التأهيل، ودي باختصار كده ممكن نقول انها اعتقالات جماعيه، لكن الصين بتقول عكس كده تماما، انها معسكرات لاعاده التأهيل وتثقيف الناس ضد التطرف. في المعسكرات دي الناس بيتعرضوا لضغوطات كبيره جدا، سواء نفسيه بدنيه، ومش بس كده، ده بيتعذبوا وبيتمنعوا ان هم يمارسوا الدين بتاعهم. طب بس كده؟ لا، ده بيقول لك ان هم كمان بيحفظوهم خطابات الرئيس الصيني ويخليهم يرددوا شعارات الحزب الشيوعي. تخيل الناس دي بتتعذب لمجرد ان هم مسلمين، بتمنعوا من الصلاه او الصوم في رمضان. مش بس كده، ده بيجبروهم يلبسوا لبس موحد زي المعتقلات، وضيف عليهم كمان ان هم بيبقوا تحت الرقابه طول الوقت. كل ده عشان هم مسلمين. اصل الصين متقدمه وفيها حريه والكلام ده كله، بس لا، ستوب. الحريه في الحاجات اللي انا عايزك بس تتكلم عنها، لكن الحاجات اللي هتيجي تخبط زي ما بيقولوا في الحلل، ستوب هنا. انت مالكش حريه ولا ليك كلمه. طب محمود، انت اتكلمت دلوقتي عن المعتقلات واللي بيحصل جواها، طب بره ايه النظام؟ بقول لك حتى اللي مش في قلب المعسكرات دي حياتهم مش احسن بكتير برضه، مش الواو. الناس بيتعرضوا لرقابه غير طبيعيه. الحكومه مركبه كاميرات في كل حته، في الشوارع، في المطاعم، في الكافيهات، حتى الجوامع، وبيراقبوا الناس عن طريق تطبيقات على الموبايلات الخاصه بتاعتهم. كل الناس في المكان ده لازم يستخدموا تطبيقات تجمع معلومات عنه وتبلغ الشرطه باي نشاط مشكوك فيه او فيه شبهه او غيره، وده اللي بيخلي حياتهم متراقبه 24 ساعه في ال 24 ساعه، سواء كانوا حتى في الشارع او حتى في بيوتهم. وللاسف الموضوع كمان وصل ان الاطفال بيتعرضوا للظلم ده. الاطفال اللي اهاليهم بيتاخدوا اجباري كده في المعتقلات، الاطفال دي بيروحوا اجباري برضه للمدارس الداخليه، هناك بيتعلموا على ايد مدرسين صينيين وبيخلوهم لا يتكلموا لغتهم ولا يمارسوا دينهم ولا يعرفوا اي حاجه. من الاخر كده بياخدوهم يربوهم على ان هم مش مسلمين. الصين بتحاول تمحي شخصيه الايجور، كل شيء ليه علاقه بالاسلام بيتمحي بيتمنع، وده زي الاكل الحلال ولبس الحجاب. ومش بس كده، ده ممكن كمان اطلاق اللحى اللي هو الدقن، كل ده محظور. ولو حد اتقبض عليه بيعمل حاجه من الحاجات اللي احنا لسه قايلينها دي بيتعرض لعقاب شديد. اللي بيخلي الموضوع اصعب هو نفس الموضوع اللي خلى الموضوع اصعب على اخواتنا في فلسطين، وهو ان مفيش ضغط دولي، مفيش وقفه عشان في ناس زينا زيهم، مفيش حد فينا احسن من حد، ليهم حق ان هم يعيشوا حياتهم طبيعيين بحريه. محدش بيقف يقول لا يا جماعه القمع ده ما ينفعش، الظلم ده ما ينفعش، النفس اللي بتموت دي ما تموتش، محدش بيعمل كده. والاغرب بقى ان الصين بتحاول تحسن صورتها قدام وسائل الاعلام، اللي هو ستوب بقى يا جماعه، المعسكرات دي مش اعتقال خالص، دي حاجات تأهيلية، احنا بنأهلهم، ما اسموش اعتقال، ده مركز تأهيلي تدريبي. وبيحاولوا يبينوا قد ايه الناس مبسوطة هناك، وقد ايه ان هم بيساعدوهم، وان هم بيحموا الدولة بتاعتهم، لكن الحقيقة عكس كده تماما. في الختام عايز اقول ان اللي بيحصل لمسلمي الايجور مش مجرد ارقام او مجرد سطور بتتكتب وبتتمحي بعد كده مع الزمن، ده حياة ناس بتضيع، عائلات بتتفرق، اطفال بيتربوا بعيد عن دينهم وثقافتهم. اللي بيحصل هناك مأساة حقيقية، والناس هناك محتاجين صوتنا ومساندتنا عشان يمكن لعل وعسى العالم ياخد وقفة حقيقية ضد الظلم، مش بس في الايجور،
حتى في الإيجور أو في فلسطين أو في لبنان أو سوريا أو أي مكان فيه ظلم وفيه بتتعرض روح بني آدم إنها تموت. لو الموضوع أثر فيك حاول إن أنت تدعم القضية، سواء قضية مسلمي الإيجور أو إخواتنا في فلسطين أو أي قضية إسلامية أو الناس مظلومة فيها، تحاول تدعمها حتى ولو بنشر الوعي، ان انت توصل صوتنا لناس تانية عشان يعرفوا القصه برضه. وبس كده نكون نهايه حلقتنا النهارده. لو عجبكم المحتوى ما تنساش تعمل لايك واشترك في القناه وتفعل الجرس. اشوفك الفيديو الجاي. سلام.